كيفكم؟ مع أجواء البرد الواحد يجوع كتير، فعندي وصفة كده نشوف ايش نطلع احنا وانتم مع بعض. شوية زيت حارة ونقدح فيها شوية ثوم، وعلى طول ننزل عليها البصل، نحمر 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 نحمر. نكون مقطعين بطاطس. انا قلت للبنت تقطعي بطاطس بس قطعتها كبار، لو صغار احسن، اصغر من كده بشويه. طبعا زي ما قلت لكم كان المفروض البطاطس تكون اصغر من كده شويه، بس انا ما اخذت بالي. ما نخليها تحمر غير شويه، ونحط عليها لحم او صال صغار ضاني طبعا مع شويه دهن، ونخليها تحمر شويه، ونخليها تطبخ شويه كده، يعني 20 دقيقه 25 دقيقه نقفل عليها، نخليها تاخد اول فوره وبعدين نوطي عليها. طبعا في البدايه لازم نتاكد انه ما اتلدع، يعني لانه هنوطي عليه بعد شويه، فضروري جدا نلاحظ انه ما بيلدع، مع انه على نار عاليه، لكن المويه بتنزل اللحمه بتنزل المويه، فتمام. نخليه كده 10 دقائق ربع ساعه على نار عاليه، بعدين نوطي النار عليه. وما يمنع لو حطينا عليه مويه شويه، هو شوي فيه مويه بس. بعد ما خلينا اللحمه والبطاطس تطبخ شويه، نطفيها بالطماطم، خليها كمان تطبخ شويه ونهدي عليها. ونبزرها، نحط ملعقة هرد، ملعقة فلفل اسود، ملعقة كمون، وملعقة كزبرة ناشفة، ونقلبها ونضيف عليها كريمة خفق، ونطفي عليها الين وقت التقديم. وطبعا الملح، ونقلبها ونخليها الين وقت التقديم. وكده حيكون الشكل النهائي لبطاطس باللحمة.